اليوم سوريا، لبنان مسيطر عليه النهائي، الحوثيين باليمن، يعني وباتجاه طبعا حتى السودان في تحالفات مع ايران. يعني احنا لما كنا بالمخابرات كنا ننقل السلاح الايراني للسودان في سبيل حربه مع الجنوب. اليوم السودان طبعا عم تردد جميل، صارت غرفه عمليات بكسله ايرانيه سودانيه لضرب مصر بالاتفاق مع حماس وحزب الله. يعني اليوم في مشكله ايرانيه حقيقيه، بدكم حوار مع ايران، روحوا تحاوروا، بس ما في نتيجه، لانه الخميني اعلن انه المد الشيعي في دلوقتي، يعني معلش النقطه دي، ان حضرتك بتقول ان في استعدادات في السودان لضرب مصر. طبعا في غرفه عمليات بكسله، ومعسكرات هناك، في معسكر الكنانه معروف، يعني معسكر ومعسكر سنكا، هذا معروفين عم يتدربوا الاخوان المسلمين وعناصر جهاديه لضرب مصر. يعني شئنا ام ابينا، حتى هو هذا رئيس مخابرات السوداني صديق عامر حسن اعلن، قال انه احنا ندعم الاخوان المسلمين كما دعمنا الجهاديين في ليبيا، يعني احنا سبب سقوط القذافي، هو قال بالحرف الواحد. فانت اليوم عندنا مشكله، اما نعتبر انه والله احنا ما في مشكله وعندنا احنا ممكن نتحاور مع ايران، تفضلوا تحاوروا معها.